السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخبار إن شاء الله تبقوا كلكم كويسين وبخير. احنا النهاردة هنتكلم عن النمبرز، بس قبل ما ندخل في النمبرز خليني بس أجاوب على آخر سؤال في التاسك اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت في السترينج، وهو إن أنا أريبليس كل الأكيورنس بتاعت دارت بفلاتر، يعني أخلي الجملة I love Flutter programming so much بدل I love Dart programming so much. أوكي، خلينا نحط الأول السنتنس كده في string. خلاص، والإجابة إن انتوا لو عملتوا سيرش كنتوا هتلاقوا إن أنا ممكن أعمل sentence dot replace all، هلاقي حاجة اسمها replace all، فهعملها. لو بصيت على الدوكيومنتيشن بتاعي ولو وقفت عليها كده هلاقي إن أنا بريبليس from، خلاص بعمل لها replace باللي جاي بعدها. يعني هنا هحط الحاجة اللي أنا عايزة أعمل لها replace اللي هي دارت. طيب عايزة أعمل لها replace بإيه؟ هحطها هنا اللي هو flutter، وأبدأ أعمل print. تمام، اتحولت ل I love Flutter programming so much. تمام، يبقى هي replace all. الموضوع بسيط واكيد اخد منكم مدة سيرش بسيطة جدا، بس عشان تعرفوا ازاي توصلوا للحاجة اللي انتوا عايزين تفهموها بسهولة، مع ان انتوا تتعودوا ان انتوا تعملوا سيرش كتير. تمام. طيب النهاردة بقى هنتكلم على النمبرز of Dart. احنا اتفقنا ان انا عندي data type وهي numbers، خلاص، ودي بتعبر عن ان الفاليو اللي هحطه في الفاريبل ده نوعه number، سواء بقى decimal سواء ما فيهوش decimal، اي حاجه من الاتنين دول، بس المهم ان الفاليو اللي انا هحطه في الفاريبل ده هيبقى number. طيب ايه الكي ووردز بتاعت النمبر؟ اهي key words of numbers. تمام، هنلاقي ان احنا لو عملنا سيرش هنلاقي الانت والدبل والنم، دول الثلاثه كي ووردز اللي بستخدمهم علشان اعرف الفاريبل ان التايب بتاع الفاليو اللي هيتحط فيه هو من نوع number. تمام، تعالوا نمشي واحده واحده الفرق ما بينهم. اول حاجه الانت، خلاص، الانت دي يعني بنحط فيها value ايه؟ بنحط فيها اي numbers بس تكون numeric number ما فيهاش decimal، يعني ما اجيش احط فيها 1.0، ما فيش الديسيمال بوينت دي مش موجوده. دايما الانت بتستقبل رقم صحيح، يعني ما فيهوش اي decimal values. يبقى انا with without no decimal numbers. تمام، يبقى انا زي مثلا example مثلا 5. حلو، يبقى انا الانت بتستقبل value ما فيهوش decimal numbers خالص. تمام، رقم صحيح. طيب عندي تاني حاجة الدبل. تمام، هناخد أمثلة دلوقتي، بس الدبل بقى with decimal numbers. sorry without decimal number، أنا آسفة، without decimal number. الدبل with decimal number، يعني في الدبل بقى أقدر أحط أي value مثلا بالديسيمال number، يعني 5.2 5.3 وهكذا. تمام. طيب ايه الانت؟ ايه النم دي بقى الانت والدبل. يعني النم دي بقى معناه ايه؟ ان الفاليو اللي هحطها ممكن يبقى فيها ديسيمال ممكن ميبقاش فيها ديسيمال. النم هي تحتوي الانت والدبل. تمام. طيب تعالى ناخد اكزامبل. انا دلوقتي عايزه اعرف انت فاليو، مثلا هقول له integer value، عشان انت دي اختصار كلمه integer ان الرقم صحيح. هحط 5. تمام، باجي اقول له print الانتجر value. تمام، المفروض كده هيطبع لي 5. تمام. طيب تعالى نشوف دارت. انا لو جيت حطيت لها 5.3، بصوا ظهر لي ايرور. طب تعالوا نقف كده ونشوف ايه الايرور ده عشان نفهم. لقيته بيقول لي ايه؟ الفاليو اوف تايب دبل، اهو عشان انا حطيت الديسيمال عرف ان الفاليو ده التايب بتاعه دبل، cannot be assigned to a variable of type int. يبقى الدبل فاليو اللي انا عملته ده اللي هو فيه decimal point انا ما اقدرش اعمل له assign، ما اقدرش احطه في variable التايب بتاعه int، يعني ما بيقبلش خالص decimal points. تمام. طيب يبقى الانتجر فاليو دايما هتقبل ايه؟ سوري، الانتجر فاليو دايما هيقبل انتجر فاليو. تمام. طيب تعالوا نشوف الدبل. مثلا double value equal 7.3. تمام، ما جابليش error. طيب تعالوا ان احنا ايه نعمل لها print كده وكده، لقيتها 7.3. طب تعالوا نجرب نعمل نفس اللي احنا عملناه في الانتجر فاليو لما جينا شلنا ال5 وخلينا مثلا 5.2. لا انا عايزه اخلي 7 بقى دلوقتي 7. هبص هلاقي ان مفيش ايرور، مفيش حاجه ظهرت لي. لو عملت برنت هيظهر لي 7.0. فهمنا ليه مفيش حاجه ظهرت لي؟ هو انا بديله 7 قدام عيني، دي تعتبر انتجر فاليو، قدام عيني دي تعتبر انتجر فاليو، انما الدبل بيشوفهاش 7 زي ما احنا بنشوف. الدبل بيشوفها 7.0، لان 7.0 هي 7 كانتجر. بس انا لما اديتها لدبل فاريبل
خلاص هي اعتبرتها دبل فاليو، فحطت بعديها البوينت 0. يبقى انا هنا مفيش مشكله نكتب 7، بس خليني عارفه ان ده التايب بتاعه دبل. تعالوا نكتب عشان نعرف الدبل، عشان نعرف التايب. هاجي هنا الدبل فاليو، هعمل دوت ران تايم تايب. احنا كده كنا عارفين دوت ران تايم تايب دي، ده معناه ان في دي بيلت ان بروبرتي احنا بنستخدمها دارت موفرها لي، ودي بترجع لي التايب. تعالوا نتاكد ان التايب بتاعها دبل، يعني الدبل فاليو دي التايب بتاعها دبل. بص رجع لي دبل. طب لو كنت حطيت الانتجر فاليو، سوري، لو كنت حطيت الانتجر فاليو وقلت له اطبع لي التايب بتاعها، اطبع لي انت. تمام، يبقى الران تايم تايب دي بترجع لي التايب بتاع الفاريبل اللي انا حطيته لها. تمام كده، فهمنا الفرق ما بين الانت والدبل، وان احنا ما ينفعش ان احنا نحط مع الانت اي ديسيمال فاليوز، بس الدبل ينفع احط لها انتجر، مش انتجر فاليو بقى، ينفع احط لها رقم صحيح. خلاص، بس هي مش هتشوفه رقم صحيح، هي هتشوفه بوينت 0. تمام كده. طيب اتفقنا ان النم بالنسبه لي هي الدبل والانت، يعني ينفع احط فيها دبل ينفع احط فيها انت. نم فاليو، خلاص لو حطيت فيها 5 هتبقى تمام، ولو حطيت فيها 5.3 برضه هتبقى تمام. تعالوا نجرب نحط فيها 5 ونشوف الران تايم تايب هيبقى يطلع لي ايه. كده طلع لي انت. بصوا عشان هي ينفع احط فيها انت وينفع احط فيها دبل. طب انا لو كنت حطيتها 5.3 عملت براند تبقى دبل. ليه؟ قدام لما هندرس الكلاسز في الاو بي وكده، خلاص هنعرف ان الانت والدبل دول اصلا نوعهم نم. عشان كده لما بعرف variable انه نم، خلاص هو تلقائي بقى بيعرف من الفاليو اللي انا حطيته. بما انه نم يبقى هو ينفع يبقى انت وينفع يبقى دبل. طب انا الفاليو اللي انا حطيته انت، خلاص بيعتبر بقى ان التايب دلوقتي انت. طب الفاليو اللي انا حطيته دبل، خلاص بيعتبر ان الفاليو دلوقتي التايب بتاعتها انت، الفاريبل التايب بتاعتها سوري دبل. تمام، مش عشان ما نلخبطكوش خلينا نراجع حاجه بسيطه. الانت والدبل احنا فهمناه ان الانت بتاخد رقم صحيح، الدبل بتاخد رقم فيه ديسيمال بوينت. تمام. طب النم ينفع تقبل، النم ينفع تقبل، بصوا اهي، النم ينفع تبقى انت وينفع تبقى دبل. طالما عرفت له ان الفاريبل ده نم، خلاص يبقى انا ممكن احط اي فاليو هنا سواء انت او دبل. وبعد ما احط الفاليو ايه اللي هيحصل؟ هو هيروح بقى يشوف الفاليو ده، هل الفاليو ده انت؟ خلاص يبقى خلاص اعتبر ان الفاريبل ده التايب بتاعه انت. يروح يشوف الفاليو، هل الفاليو ده دبل؟ خلاص خلاص يروح يعتبر بقى ان الفاريبل ده التايب بتاعه دبل. خلاص عشان كده لما باجي اشوف الران تايم تايب، الران تايم تايب ده انه بيجيب لي التايب اول ما اجي اعمل ران. خلاص فهو خلاص عرف ان التايب ده دبل. خلاص فلما جيت طبعتها لقيته بيقول لي ايه ان هي دبل. خلاص عرفنا الفرق ما بين الانت والدبل والنم. تمام. طب هيجي سؤال في دماغنا دلوقتي، طب وانا ايه ليه درست الانت والدبل لما انا خلاص انا ممكن احط نم وخلصنا يعني يعني ايه المشكله ما احط نم على طول في كله؟ هقول لك الموضوع مش بيبقى واضح. انت لو انت واثق ان الفاريبل اللي انا هحطه ده الفاليوز كلها اللي هتجيله هتبقى من النوع انت، يبقى تحط له انت. خلاص لو انت واثق ان الفاريبل ده اي فاليوز هتجيله هتبقى من النوع دبل، خلاص يبقى انت هتحط له دبل. اي فاليوز هتجيله دي هنعرفها قدام يعني منين هتجيله، بس انا خلاص انا واثقه ان هي مش هينفع تبقى اي باي حال من الاحوال. خلاص يجيب لي فاليو في مثلا يجيب لي فاليو في دبل مثلا. خلاص مش هينفع يحط لي فاليو في دبل، هو هيقبل انت بس. يبقى انا ساعتها خلاص عشان اخلي الكود كلير وواضح والدنيا فيه منظمة، خلاص يبقى هديله التايب اللي هو محتاجه. لو انا بقى مش عارف خلاص اللي هيجيلي ده هيجيلي ايه دبل ولا انت ولا ايه، خلاص ساعتها احط نم. تمام، فهمنا كده الجزئية دي، فهمنا الفرق ما بين الانت والدبل والنم. اوكي، نيجي بقى نتكلم عن الايه. خلينا نسيب الاتنين دول زي ما هما. اوكي نعمل كده، نبدأ نتكلم بقى عن البيلت ان properties والبيلت ان functions زي ما كنا اتكلمنا في السترينج. طيب الانت والدبل والنم كلهم ليهم شوية properties built in function. احنا هنتكلم عن أهم ال properties وال built in functions. تمام، تعال نبدأ بال int مثلا. خلاص فهاجي أقول له print هنا كده مثلا ال integer value، سوري ال integer value dot، هلاقي is even. طب is even دي بترجع لي ايه؟ هي باينة من اسمها ان انا هترجع لي true أو false لو الرقم ده even. خلاص طب بما ان الرقم اللي انا حاطاه في ال integer value 5، يبقى المفروض الاوتبوت يرجع لي ايه؟ يعني لما يجي يطبع ايه؟ يطبع فولس لان ده مش even. تعالوا نعمل رن كده. تمام، طبعت لي فولس. لو انا كنت شلت integer value وخليته 4 يبقى الاوتبوت هيبقى true.
عكس ال is even is odd. فهلاقي كده integer value dot is odd. تمام. هنعمل print كده يبقى is even بtrue is odd بfalse. بس خلينا double value مثلا نعملها 0.5. طيب فهمنا كده الفرق ما بين ال is even وال is odd، وإن كل واحدة فيهم بتتشيك هل ال value even ولا odd. تمام. طيب نيجي بقى عندي حاجة كمان اسمها كده، هاجي integer value كده واقول له dot compare to. عندي حاجة اسمها compare to. خلاص. طيب نقف على compare to كده ونشوف. بيقول لي ان هي بترجع لي negative number. خلاص لو this اللي هو قبل البوينت اللي هي الانتجر فاليو هنا، خلاص لو this اقل من الاذر، وزيرو لو الاتنين قد بعض. تمام. وتطلع لي positive number لو this هنا اكبر من الاذر. طيب انا this هنا اللي هي الانتجر فاليو عندي بفور. خلاص خلينا نحط ان compare to 3 ونعمل print ونشوف ايه اللي هيطلع لي. تلاقي لي 1. ليه؟ عشان الفور اكبر من 3. طب لو جيت عملت compare to 6 عملت كده، تلاقي نيجاتيف 1. ليه؟ لأن الفور أقل من ال 6. طيب خلينا نيجي نعمل نيجاتيف 3 ونعمل برنت. بصوا تلاقيت لي 1. ليه؟ لأن الفور أكبر من نيجاتيف 3. طب لو جيت عملت الفور كده طلع لي إيه؟ 0. تمام. فهمنا الكومبير تو، بس هي مجرد مقارنة بدل ما أشوف هي أكبر ولا أصغر ولا الكلام ده. لا هي مقارنة على طول. إيه بتطلع لي نيجاتيف 1 و1 و0. نيجاتيف 1 لو ال this اللي هو قبل البوينت ده أصغر من اللي جوه البراكتس. طيب طلعي 1 لو اللي قبل البوينت ده اللي هو this أكبر من الفروم. طيب وطلعي 0 لو الاتنين قد بعض. طيب بالمناسبة أنا integer value ممكن يقبل نيجاتيف عادي. تمام. ممكن يبقى نيجاتيف عادي، والدبل value برضو ممكن يبقى نيجاتيف عادي. تمام. طيب خلينا نشوف اللهم صل على النبي. نشوف طيب خلينا نشوف بقى ايه حاجة كمان في البيلت ان فانكشنز. خلينا ايه نعمل دي كده. هلاقي ان انا عندي حاجة، بس نحط البرنت واجي اقول له انتر فاليو دوت. هلاقي تو دبل. يعني ايه تو دبل؟ يعني حول لي الانتجر فاليو اللي انت شايفه ده، حوله يبقى نوع دبل. حوله لي يبقى نوع دبل. طب تعالوا نشوف كده ايه اللي هيطلع لي. انا حاطه نيجاتيف 4 عامه. يعني نيجاتيف 4.0. حلو، ده كده حوله لنوع دبل. تمام. طب لو جيت وعملت خلاص مثلا انا جيت عايزه احفظ الانتجر فاليو دوت تو دبل ده، عايزه احفظه في فاريبل. بص تعالى نيجي نعمل كده. اكتب له انت integer to double، واكتب له الانتجر value dot to double. بص عمل لي ايه؟ عمل لي error. ليه؟ لان انا to double دي ده معناه بحولها لدبل، يبقى خلاص الفاليو اللي هنا دبل. خلاص يبقى انا ما ينفعش اسيب التايب هنا تبقى end. لا التايب لازم يفضل دبل. تمام. فهمنا الحته دي. لو جيت عملت كده integer to double dot runtime type، هلاقي ان التايب بتاعي دبل. تمام. فهمنا حتة إن أنا عملت التو دبل. خلاص فهمنا إن أنا عندي فانكشن اسمها تو دبل. طيب دي تحول لي لدبل. طيب خلينا نروح لحاجة بقى. احنا واخدين السترنج. هاجي هنا هقول له integer value dot to string. هلاقي to string كمان ويعمل run. هي ايه؟ نيجاتيف 4. طب أنا عايزة أتأكد هو التايب ده كده، يعني أنا وقفت أصلا اللي هيرجع لي string. لو أنا عايزة أتأكد هعمل كده dot runtime type، فيروح يحولها لسترنج، وبعدين يروح يقول لي ايه التايب بتاعي. تعالوا نعمل ران كده. هلاقي التايب بتاعي ايه؟ string. التايب بتاعي ما بقاش خلاص يعني ما بقاش خلاص integer، بقى خلاص ايه string. طيب بس هو string هنا جوه البرنت، بس انا ما رحتش غيرت الانتجر فاليو. انا لو جيت اصلا عملت برنت هنا كده وقلت له integer value dot runtime type، هيطلع لي still int. انا ما رحتش عدلت اي حاجه اهو. يطلع لي انت الران تايم تايب اللي تحت ده يطلع لي انت، لان انا ما رحتش عدلت حاجه في الانتجر فاليو. هو لسه حافظ ان الانتجر فاليو الفاليو بتاعتها بنيجاتيف 4 وان هي التايب بتاعتها انت. تمام. فهمنا الجزء ده. انا ما رحتش عدلت في الفاريبل. تمام. هنعدل قدام، بس انا لحد دلوقتي انا ما عدلتش في الفاريبل خالص. انا بس بوريكم ان انا عندي حاجه اسمها تو سترينج. طيب خلينا نروح نشوف ايه حاجه كمان.
نروح للدبل. خلاص الدبل عندها نفس الحاجة اللي عند الانت اللي هي الكومبير تو. يعني انا لو جيت وعملت كده print double value dot compare to هلاقي compare to موجودة. خلاص compare to مثلا دي نيجاتيف 7 مثلا اقول 7 تمام. نيجاتيف 7 و7 يبقى انا المفروض هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي نيجاتيف 1. حلو صح لان النيجاتيف 7 اقل من 7. حلو يبقى هي ايه الدبل كمان عندها الكومبير تو دي عندها حتة الكومبير تو. طيب الدبل كمان اقدر احولها لانت. باجي هنا هروح كده print الدبل فاليو دوت تو انت. طيب هنا نفكر كده شويه. وانا لو حولت النيجاتيف 7.5 هي مش بوينت زيرو يعني مش بوينت زيرو عشان احولها لانت تبقى نيجاتيف 7 لا هي بوينت 5. ايه اللي هيحصل لو انا حولت من نيجاتيف 7.5 حولتها لانتجر فاليو يعني رقم صحيح؟ الحقيقه ان هو هياخد اللي قبل البوينت هيطبع لي نيجاتيف 7. يعني نعمل رن كده برنت اهي بصوا طلع لي نيجاتيف 7 تمام ياخد اللي قبل البوينت. طيب عندي حاجات كمان في الدبل زي مثلا print الدبل فاليو دوت سوري سيل. طيب عشان نعرف سيل دي بتعمل ايه هقف كده هلاقي ايه return the least integer that is not smaller than this number. يعني لو اديته 1.9 لو اديته 1.9 دوت سيل هيرجعها لي 2 يبقى هو بيعمل rounds up. خلاص لو اديته 2.0 هيرجع لي 2 لو اديته 2.00001 هيرجع لي 3. يعني ما ينفعش ان هو لما يعمل راوند خلاص هيعمل راوند هيعملها لأب للأعلى. أنا عندي هنا 2.401 خلاص هيروح للأعلى اللي هي 3. ما ينفعش يقول له لما يجي يرجع لي 2 لأن 2 ساعتها هتبقى أقل من 2.00001 تمام. يبقى دي بتعمل راوند أب. يعني كده هنا نعمل كده راوندز أب. تعالي نعمل برنت كده أنا آسفة احنا لسه في التو اند فهنعمل كده تمام. يبقى نيجاتيف 7.5 هي خليتها نيجاتيف 7 تمام. ما يختلطش علينا الموضوع هي عشان نيجاتيف. يعني احنا في النيجاتيف عكس في البوزيتيف. انا في النيجاتيف 7 اعلى بالنسبه لي من النيجاتيف 7.5. خلينا نحولها لبوزيتيف كده نشوف هي هترجع لي ايه 8 تمام. يبقى هي فعلا بتراوندز اب تمام بس عشان ما يختلطش علينا امورنا بنروح للنيجاتيف. طيب عندي عكس بقى عكس السيل اللي احنا قلناها دي عندي حاجه اسمها الفلور. دي بتعمل راوندز داون. يعني ايه؟ يعني ده 7.5 اللي هتطبعه لي طبعي 7 على الأقل تمام. شفتوا اما طبعت لي 7 تعمل راوند للأقل فهي شافت خلاص 7.5 يبقى راوند هيبقى كام 7 تمام بتراوند داون. طيب انا عايزه بقى الراوند النورمالي يعني ان انا اراوند الدبل فاليو ده عادي الطبيعي ان هو لو هي اللي بعد البوينت اكبر من 5 او equal 5 خلاص يبقى زود لي اللي قبل البوينت بواحد. لو اقل من ال5 يبقى ساعتها خلاص هتاخد اللي قبل البوينت على طول. ده اللي هو النورمالي اللي هي دوت راوند العادية اهي. يعني برنت كده المفروض يطلع لي 8 تمام. فهمنا الحتة دي فهمنا التلاتة دول. طيب انا دلوقتي اقدر عادي برضو اعمل برنت الدبل value dot to string عادي جدا. مش هتقول حاجة مش هيبقى فيها مشكلة. أنا عملت to string تمام طلعي 7.5 عادية جدا. طيب في حاجة كمان الدبل بتوفرها لي. فلنفترض هنا بقى هنا كده إن أنا عندي 7.5 دي مش عندي كده مثلا عندي 3.14159 خلاص. أنا عايزة بس اللي بعد البوينت دول عايزة 2 بس اللي هي يعني عايزة 3.14 بس. أنا مش عايزة كل اللي بعد البوينت ده لا أنا عايزة أول 2 decimals بعد البوينت. خلاص أعمل إيه؟ توفر لي حاجة اسمها كده هعمل دبل دوت to string as fixed واحط الفراكشنال digits. طيب سوري طيب to string as fixed دي بتعمل ايه؟ تعالوا نقرا. A decimal point string representation for this number بتconvert الدبل خلاص before computing the string representation as by to double تحولها لدبل تمام. وبعد كده تعمل ايه؟ اهي خلينا نقرا بس واحدة واحدة. If the absolute value of this is greater than or equal 10 power 21 then this method return an exponential representation. خلاص
احنا عامة عمرنا ما هنخلي يعني في الغالب يعني الدبل فاليو اللي هو this ده اللي هو قبل البوينت خلاص مش هيبقى اكيد اكبر من او يساوي 10 باور 20 21 لان ده رقم كبير جدا في الغالب يعني مش هيبقى بكده. فخلينا ايه نجري الحتة دي كده. otherwise بقى لو مفيش كده the result is closest string representation with exactly fraction digits after the decimal point. حلو. لو الفراكشن ديجيتس بزيرو هيشيل الديسيمال بوينت. طيب بسهولة كده ونسهل على نفسنا. انا لو جيت عملته ده كده بقول له ايه؟ حول لي ده. انا فاكر بترجع لي string، حول لي ده لسترينج خلاص، بس ما تحولوش كله string بس كده وخلاص وخلصنا، يعني ما تطبعهوليش كله، لا انا عايزه اول 2 ديسيمالز بعد البوينت بس، يعني حوله string وهات لي بس اول 2 ديسيمال. الاقي هنا بصوا التو string اللي هي كانت قبلها خلاص طبعت لي الرقم كله، اللي بعدها بقى اللي هي بتاعت تو string as fixed وحطيت 2 رجعت لي اول رقمين بعد الديسيمال. تمام. فهمنا الحته دي، فهمنا التو string as fixed، بس اتمنى ان شاء الله تكون واضحه. طيب عندي حاجه كمان موجوده في النم في العموم، يعني حاجه موجوده في النم في العموم، بس خلينا سواء بقى للانت او للدبل انا ممكن اعملها على الاثنين الانت او الدبل. خلينا نروح نعملها مثلا على انتجر فاليو واقول له دوت، هلاقي ابس كده. طب ايه ابس دي؟ دي اختصار الابسوليوت. تمام، دي اختصار الابسوليوت. خلاص احنا حاطينها على انتجر فاليو، يعني انا انتجر فاليو عندي بنيجاتيف 4، ابسوليوت نيجاتيف 4 ب 4. خلاص بس خلينا نحطها في البرنت عشان ما ننساش. تمام، نعمل رن، لقيت ايه ان هي 4، يبقى الابسوليوت بس بتحولي النيجاتيف لبوزيتيف خلاص، ولو هي بوزيتيف اصلا تفضل بوزيتيف عادي. خلاص طب خلينا نجرب في الدبل فاليو عشان برضه تبقوا متاكدين. انا حطيت النيجاتيف وحطيت الدبل فاليو خلاص، واروح ايه اعمل رن. بصوا حولتها لبوزيتيف، يا سواء سواء للانت او للدبل هي ايه الابسوليوت دي built in function شغاله مع الاثنين. تمام. طيب بس كده، دول النهارده اللي احنا محتاجين نفهمه عن النمبرز الانت والدبل والنم خلاص، وايه الكومن built in functions والproperties اللي احنا بنستخدمهم في الغالب خلاص ان انتوا تفهموها. بس كده ان شاء الله تكونوا استفدتوا النهارده. ان شاء الله من المره الجايه هنبدا بقى نخش في الاوبريتورز عشان نبدا بقى نستخدم الموضوع ده بحاجه حقيقيه، وابدا اديكوا تاسك مشابه للواقع شويه. تمام. بس كده ان شاء الله تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.